ده أول فيديو أعمله في 2026 بعد غياب فترة بسبب شوية تعب. الناس بتنهي سنة من حياتها وبيشوفوا هم قدروا يعملوا فيها إيه، وبيبتدوا سنة جديدة وهم بيتمنوا إنها تكون سنة كلها رزق وستر وصحة وخير. أنا واحد من الناس دي وبتمنى حاجات أكتر وأكتر وبسعى إن أنا أحققها، بس لما بيكون الإيجو بتاعك عالي شوية ودي حاجة بتبقى غصب عنك بتضطر تتكلم عن نفسك شوية. يعني حاجات كده على السريع. فمثلا ابتديت أحط حجر الأساس لشغل جديد في 2025 وابتديت أنفذه بنفسي بدل ما أنا كنت ببيع المعلومة ببلاش. على المستوى الأسري والنفسي والعاطفي الحمد لله كان في نجاح كبير السنة دي لأن ابتديت أخصص لهم وقت مخصوص ودي كانت حاجة مهمة قوي في حياتي. العلاقات دي حاجة مهمة جدا وبترتب عليها نجاحك في حاجات كتير. وأنا ما أقصدش هنا إنك تعمل علاقات، لا 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 لا، أنا أقصد إنك تختار صح في علاقاتك. بالنسبة للرياضة أنا راجل داخل على 45 سنة وحاليا بأهل نفسي لمستوى جديد ومبسوط جدا بالمستوى اللي أنا فيه دلوقتي. قدرت أختلي بنفسي زي ما كنت بعمل زمان وأراجع حساباتي كل فترة وأحسن علاقتي مع ربنا وأكلمه وأدعي له. على فكرة أنا مش جاي أقولك إن أنا شاطر وعملت إيه في السنة اللي عدت وهنفذ إيه في السنة اللي جاية. أنا جاي لك أنت برسالة. لو شايف إن مفيش حاجة اتحققت في السنة اللي عدت من عمرك فكر تاني، لأن مش كل إنجاز اتعلمته بيتشاف. يمكن اتعلمت الصبر، كبرت شوية بتفكيرك، عدت مواقف بهدلت ناس كتير حواليك وانت الحمد لله عدت منها، فهمت نفسك أحسن. مش كل إنجاز لازم يكون شهادة أو رقم أو حتى شغل جديد. في إنجاز اسمه قدرت أقف على رجلي من تاني وبكمل حتى لو كنت تعبان بس لسه عندي أمل. يمكن السنة اللي عدت ما كانتش مثالية على ناس كتير بس أكيد كانت خطوة لقدام. أنا هيثم المعداوي واحتمال في المستقبل أكون واحد من أشهر الناس في مصر. ماليش في السياسة، ما بتكلمش في الدين، والمحتوى بتاعنا دايما محترم، وهتلاقوا مواضيعنا دايما من مواقف بتحصل حوالينا بمجرد إن احنا بنحط عليها شوية نور. أشوفكم المرة الجاية، مع السلامة.